عليكم. والله يا ناس هذا اليومين متعدى بعذاب غير طبيعي. تخيلوا انا ماخذ شقة من عند احد. طيب والله العظيم انا في قلبي ما عمري احد قهرني زي هذا الشخص. خلاني انام في البيت بدون كهرباء يومين، وقطع علي مواعيدي. والله كانوا ناس بيجوني هنا بخلص اشغال واشياء. يعني انا اقول له انت ترضى احد يقطع لك رزقك او اي شيء؟ يعني قاعد يضحك معايا يقول لي شغل الشمعات. اشغل ايش اشغل انا؟ وكان عندي بث مباشر وعندي اشياء كثير نفسي اخلصها. والله يا ناس قاعد انام يعني ويرفع صوته علي. والله يرفع صوته علي. وقال لي الساعة 9، قال لي الساعة 8 روح الصباح ما ادري ايش يفتحوا لك بطاقة كرت جديد حق الكهرباء. والله يا ناس خلاني انام ساعة واحدة ما فتحوا لي اي شيء. واليوم الثاني خلاني ارجع ثاني مرة. قال لي الساعة 9 الصباح، استنى الساعة 9 الصباح ما حد يجيني، استنى 10 الصباح ما حد يجيني، استنى الساعة 11 الصباح يجيني واحد. قال لي كل شيء راح يجيك انترنت وكل شيء. اقول له لو سمحت البطاقة اديني اياها. قال لي المالك قال له لا تعطي اياها. لا تعطي اياها؟ كيف لا تعطي اياها؟ ما اعطاني البطاقه ولا سوى لي الانترنت. والله قاعد في الشقه هذه احس بندم غير طبيعي. نفسي اطلع في هذا اليوم. والله انا ما ادري ايش اقول. والله انا والله ما انا عارف ايش اتكلم. ما نمت وتعذبت في حياتي. طبعا اليوم كنت نايم الا فجاه اصحى على اتصال. انا والله خفت، فكرت في حريق، فكرت في احد صار له شيء. انا خفت هربت من الغرفه والله. الا فجاه اصحى طلع جتني هدية. والله شكرا. جاني معاه مرطب شفايف. ما ادري والله ايش السبب، بس انه ما احتاجه، لكن والله شكرا من كل قلبي. طبعا شوفوا مكتوب ويبقى قلبي يمانيا. والله احبكم. شكرا لكل شخص يهديني. والله اموت فيكم. اليوم جت اطبخ الا فجأة شوفوا السندويتش قاعد يطلع بخور. والله قاعد يبخر، بس هذه ريحة كل شيء الا بخور. اوف 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 اوف. هذا يقول لي ممكن دلع على اسم وسيم. لا قدر الله انت ولدي بدلعك بسمتي.